السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، وتعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده كده كان يوم الجمعة، بدأنا كده اليوم طبعا جمعة مباركة عليكم. بدأت اليوم كده بإيه؟ احنا بنحب يوم الجمعة يعني ايه كتير جدا نعمل المحشي. يعني لو انا مش ما روحتش عند ماما او حماتي او كده بعمل في البيت محشي وكده. المهم ايه، فكان عندي كرنبايه، كنت شغلت المية غلت ورحت ايه حطيت لها الملح، وبدأت كده ان انا اسلق الكرنب في حلة تانية على النار. بدأت كده ان أنا اسلق اللحمة. فجبت حلة من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة، وحطيت فيها اللحمة بعد ما غسلتها، وحطيت معاها بصلاية وطماطماية وفلفل اسود صحيح وفلفل اسود مطحون، وسنة سكر بسيط عشان تزود معايا التسوية تسرعها. وكمان حطيت ايه الورق اللوري. المهم وشوحتها شوية كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا كنت عمالة ايه ايدي يعني ايد بتسلق وايد شغالة تشوح في اللحمة، وكنت غالية كده مية في الغلاية دي وايه ونزلتها على اللحمة. هنا بقى بتاخدي شوربة حلوة جدا بالطريقة دي، لما بتشوحي اللحمة وتيجي تنزلي عليها ال الشرب المية يعني وكده بتديكي شوربة حلوة جدا. هسيبها بقى على نار هادية، بعد ما تغلي اهدي عليها النار خالص واسيبها تستوي براحتها. وطبعا في الوقت ده كنت ايه عمالة بسلق كده في الورق. هنا بقى كنت ايه، نقلت حلة اللحمة على النار هادية، ورق على نار هادية كده من ورا. وهنا كنت خلاص سلقت الكرنب وخلصته، بس سبت الورقة الخضرا دي اللي هي الأخرانية سبتها في المية كده وقفلت النار، عشان الورقة دي انا بستخدمها ان انا احطها ايه في اخر الحلة من تحت. وبعد كده بدأت كان انا اسبك الصلصة. جبت بقى حلة على النار وحطيت فيها زيت، وبدأت كان انا اقطع البصل عشان نجهز ايه الصلصة بتاعتنا. عايزة اقول لكم بقى اليوم الجمعة ده كان تقريبا الساعة كانت 11 وانا شغالة كده الصبح، يعني قبل الصلاة. انا بصراحة ربنا يوم الجمعة بحب ان انا ايه اخلص حاجتي بدري. يعني بصحى بدري وبعمل حاجتي واخلصها ايه بعد الصلاة على طول، اكون مخلصة كل حاجة، بحيث ان احنا جوعنا في اي وقت وتبقى الدنيا ايه مع يعني كل حاجة موجودة. هنا بقى كنت جبت بقى قرن فلفل كده، بس ما رضيتش اقطعه كله عشان ما يبقاش حراق قوي. فقطعت كده نصه وبدأت كده ان انا اشوحه مع البصل. وطول ما انت منظمة وقتك وعارفة انت هتعملي ايه امتى وازاي، هتلاقي نفسك خلصتي في اقل من يعني ساعة، هتلاقي نفسك خارجة بالاكل. عايزه اقول لكم ان انا يعني ايه المحشي ما شاء الله ما بياخدش معايا اي وقت خالص. يعني ادي ناحيه شغاله فيها اللحمه، وسلقت وجهز الصلصه في وقت واحد. فهتلاقي نفسك ايه ما اخدتيش نص ساعه وانت ايه يعني جهزت الصلصه في 10 دقايق. 10 دقايق كمان لسلق الكرنب، و10 دقايق تقطيع وتنظيف الخضره. يعني هتلاقي نفسك ايه نص ساعه مخلصه الحاجات اللي على النار ونص ساعه حشو. هتلاقي نفسك ساعه بالظبط تكوني مخلصه المحشي. المهم بقى ايه انا عملت الحاجات اللي هتاخد وقت معايا بحيث ان انا وشغاله تكون خلصت، يعني مثلا زي اللحمه سبتها على نار هاديه بحيث عقبال ما اخلص المحشي وكده تكون هي اتسلقت معايا. وكمان الكرنب وانا شغاله معايا كنت كنت ايه بجهز اللحمه، وكمان جهزت الصلصه اهو معايا. فعملت ايه التلات حاجات مع بعض. المهم بقى كان عندي صلصه في الفريزر، طلعت منها بقى كده وايه وحطيت الاول معلقه صلصه من البرطمانات شوحتها مع البصل، وبعد كده رحت نازله بالصلصه اللي انا عاملاها، وهديت عليها بقى النار وسبتها ايه تتسبك مع نفسها. بعد كده رحت جايبه بقى الكرنب كده اللي انا ايه سلقته، كنت بحطه على صينيه كده عشان يصفي ميته براحته. واهم حاجه بقى في الكرنب عشان يطلع معاكي حلو، ان انتي ما تسويهوش جامد كده. كده الكرنب بتاع الشتا اليومين دول حلو جدا، فيا دوبك غلوه واحده على النار وتطلعيه، عشان خاطر هو لما بيكون طالع كده سخن مع على بعضه كده في الميه برضو بياخد نسبه من التسويه. فعشان خاطر لو سويتيه جامد واتهرى منك هتلاقيه ايه مهري كده، هو بيستوي على النار مهري ومش حلو. المهم بقى ايه بدأت كان انا اقطع اول حاجه بشيلها الجزء اللي هو العصب اللي من فوق ده الناشف، وبعد كده بروح مقطعه مسويها كده مع بعض واقطعها ايه، بظبط يعني الورق بتاعي بحيث لما اجي احشي ما ياخدش مني وقت، ما اقعدش امسك كل ورقه واقطعها. هنا بقى برضو في نفس الوقت كده والصلصة بتتسبك معايا، بعد ما قطعت الكرنب رحت جايبة الخضرة وغسلاها ومنضفاها وظبطاها، وجبت البلانشة كده وبدأت كده ان انا اقطع الخضرة.
طبعًا كل ما بتكتّري الخضرة والبصل بيطلع لِك المحشي أحلى، يعني زمان كنا نقعد نقول إيه لأ نكتّر الصلصة عشان يبقى غامق وحلو، لأ كل ما هتكتّري الخضرة والبصل كل ما هيدّيكِ نتيجة أحسن. هنا بقى أنا كنت إيه حاطة كده 3 حِزم، بس بصراحة عشان أنا عاملة كمية قليلة، يعني عاملة حلة صغيرة والحِزمة كانت كبيرة، فإيه شِلت من كل واحدة شوية عشان ما يكونش كتير أوي. المهم بقى إيه قطّعت الخضرة كلّها كده مع نفسي أنا أهو، وكانت مع نفسي كده هنا إيه الصلصة برضه اتسبِّكت، وكنت غسلت الرز وصفّيته وسِبته إيه في الطبق. بدأت بقى كده إن أنا أتبِّل الصلصة، حطيت بقى ملح وكزبرة و وفلفل أسود وكمون. هنا بقى كانت الكاميرا فصلت معايا. المهم إن أنا إيه رُحت تبِّلت الصلصة ورُحت خلطتها مع الخضرة والرز، ودخلت بقى إيه حشيت المحشي بتاعي. قبل بس ما أدخل بقى وأقعد كده قعدتي، قُلت برضه في نفس الوقت عشان يعني إيه ما أضيّعش وقت على الفاضي. رُحت جايبة الحلة غسلت المواعين ونضّفت الدنيا وجِبت حلة على النار، حطيت بقى فيها إيه الزبدة الصفرا دي كانت عندي في الفريزر، فطلّعت نُص الكمية ورُحت إيه سِبتها على النار كده تسيح مع نفسها. هدّيت عليها النار ودخلت إن أنا إيه أحشي حلة المحشي اللي أنا هاعملها اللي هي النهارده. يبقى كده أنا برضه وفّرت الوقت اللي أنا هاقف فيه على البوتاجاز عشان السمنة تسيح، في إن أنا إيه حشيت في المحشي. وطبعًا إيه الحشو ما أخدش معايا نُص ساعة، وفي نفس الوقت كنت إيه يعني من وقت للتاني بابُص عليها عشان خاطر ما تعملش منّي. طبعًا الزبدة بتعرفي إن هي خلّصت يعني لمّا إيه بتلاقيها الوش بتاعها راق كده وما بقاش فيها حاجة من على الوش، ما بقاش فيها ريمة. المهم بقى هنا ركنتها على النار وسِبتها تهدى شوية وطلّعت البرطمان اللي أنا إيه هاستخدمه وأحطه فيها. تعالوا بقى نعمل مع بعض حاجة حلوة كده سريعة وإحنا واقفين. كان عندي نُص لبن في الفريزر فقُلت أطلّعه، وحطيت معاه كده على كل كوباية لبن هتحطي معلقة من الكاسترد، ده كاسترد بالشوكولاتة كنت جايباه معاكم في المشتريات اللي إيه بتاعة كارفور بس ما كنتش لسه عملته. المهم الخطوة الصح إن أنتِ تدوبي الكاسترد في اللبن بارد وبعد كده تحطيه على النار عشان ما يكلكعش منِّك. المهم بقى إيه حطيت على كل كوباية لبن معلقة واحدة من الكاسترد مش الكيس كله، ورُحت حاطة بقى السكر بتاعه وفضلت أقلّب فيه لغاية ما حسيت إن القوام بتاعه بدأ يتقل زي ما أنتم شايفين كده. وهنا في اللحظة دي كنت خلاص قفلت على الزبدة، شايفين ما شاء الله الوش بتاعها راق وبقت تمام التمام. هاسيبها بس تهدى 10 دقايق وأروح إيه معبياها في البرطمان. وهنا بقى كنت إيه بعد ما قفلت على الكاسترد جبت الكاسات اللي أنا هابدأ أحط فيها الكاسترد، وعايزة أقول لكم إن هُم ما شاء الله يعني عمل معايا 5 كاسات حوالي 5 كاسات يعني. بس حلو جدًا، حاجة كده شتوية حلوة، وطبعًا هو بيتحط في التلاجة يعني، بس أنا عايزة أقول لكم ممكن في ناس تحب تاكله سخن كده، بس أنا باحب الحاجات الساقعة في الشتا، مش عارفة يعني في ناس زيي كده والّا لأ. المهم بقى هنا كان طبعًا ابني عمّال يلعب في النور، عشان يعني إيه بُصّوا زي ما أنتم ملاحظين كده عمّال يقفل ويفتح في النور. المهم بقى هنا كنت خلاص بُصّوا آخر كاس ما كملش أوي. المهم عمل لي كمية الكاسات دي هادخّلها بقى تهدى بس وادخّلها بقى التلاجة. كده بقى كنا إيه حشينا حلة المحشي. هنا بقى في الوقت ده كنت باعمل إيه خلاص بقى يعني خلصت كل حاجتي بعد الضهر وقعدت، وجيت بقى وقت الغدا كان على المغرب كده، رحت قايمة إيه مشغلة على على المحشي، حطيت الشوربة ليه وسبته كده على نار هادية ورا. وبعد كده قلت بدل ما ان احنا كل مرة بناكل اللحمة مسلوقة، جبت كده بصلاية قطعتها وسبتها تدبل على النار، وبعد كده رحت نازلة بطماطماية يعني كنوع من ايه من انواع التغيير. بعد كده ما دبلوا معايا البطاطس مع قصدي البصل مع الطماطم، بعد ما دبلت كده معايا شوية رحت ايه جبت بقى اللحمة بعد ما اتسلقت طبعا وتمام التمام، هي مسلوقة من بدري. طلعت بقى كده اللحمة اللي انا سلقتها وحطيتها في البصل مع الطماطم. تقدري طبعا تقطعي فلفل، تقدري تحطي اللي انت عاوزاه، بس انا مكنتش عايزة احط فلفل عشان ما تبقاش حراقة عشان ابني بياكل معانا. المهم بقى هنا ايه رحت جايبة جوزة الطيب، عملت كده بشرة كده، بحب بصراحة اللحمة بتليق جدا مع جوزة الطيب، فعملت كده بشرة سريعة كده على الوش، وهحط برضو فلفل اسود، وهظبط الملح بتاعي. مش هحط اي توابل تاني، انا عايزة كده ايه طعم اللحمة يكون باين ما يتغطيش عليها طعم التوابل. بس كده هجيب بقى كده ايه مغرفتين 3 من الشوربة بس مش كتيرة عشان خاطر ايه يعني تبقى جوسي اللحمة كده تبقى جوسي، وكمان اللحمة ايه تاخد وتدي مع نفسها في البصلة مع الطماطم بشوية الشوربة اللي انا هحطهم دول. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بس هغطي عليها كده واسيبها تاخد غلوتين مع ايه مع الصوص اللي انا عملته ليها ده.
هنا بقى كانت حلة المحشي خلاص استوت وسبتها 10 دقايق كده مع نفسها. ما شاء الله، تعالوا نشوف بقى المحشي بتاعنا عامل ازاي. حلو جدا ما شاء الله، ولا واحدة فكة ولا مجلد ولا اي حاجة، ولا في اي واحدة لازقة. عايزة اقول لكم اللي تحت دي ورقة واتشالت، يعني ما كانش حاجة لازقة ولا اي حاجة. شايفين ما شاء الله المحشي حلو جدا ازاي. احلى وجبة في الشتاء هي والعدس. هنا بقى كنت خلاص قفلت على اللحمة برضو، انا كنت هسيب بقى الاكل كده بالصواني زي ما هو، بس ايه، قلت لا اغرف اللحمة عشان الطاسة سخنة، فما ايه ما تلسعش سليم يعني واحنا بناكل وكده. غرفت بقى كده اللحمة، واللحمة حلوة جدا، طعمها حلو قوي بالطريقة دي، يعني تغيير بقى عن ان احنا بنحطها في الشوربة وكده. وطبعا كالعادة عملت طبقين شوربة كده، بس انا ايه ما صورتش معاكم. عملت حلة صغننة كده من شوربة الشعرية. هبدأ بقى ان انا اغرف. عايزة اقول لكم كتروا من الشوربة وشوربة الخضار والمحاشي والحاجات دي في الشتاء، بتدفي ووجبات مغذية. كمان لو عملتوا شوربة الخضار بالخضار، يعني بالبسلة والجزر والحاجات دي، برضو بتبقى مفيدة جدا. المهم بقى كده غرفت خلاص الاكل زي ما انتوا شايفين كده. غرفت بقى شوربة الشعرية واللحمة والمحشي. وبكده يكون ايه، الاكل بتاعنا النهاردة جاهز في اقل من ساعة، يعني طبخنا وعملنا محشي وظبطنا الدنيا في اقل من ساعة. شايفين المحشي ما شاء الله كان سخن جدا. هسيبكم بقى ايه واروح اكل، عشان ايه الاكل ما يبردش معانا. في الشتاء الاكل بيبرد بسرعة جدا. بس كده. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم.